السلام عليكم ورحمة الله. اليمنيون اليوم خارج التاريخ يعيشون في منفى داخلي وخارجي. مزقتهم الحرب وفرقتهم الخصومات. فشلت كل المبادرات الإقليمية والدولية بسبب تعنت بعض الأطراف الذين يسعون اليوم لتأسيس ما يسمونها مجالس وطنية أو جبهات مختلفة للقتال وبدء القتال من جديد. إلى أين أنتم ذاهبون؟ قادة الحرب وكهنة الحرب وتجار الحرب وعصابة الحرب ملوا من الحرب وملوا من القتال وملوا من الموت، وأنتم ذاهبون لتأسيس مجالس وطنية لقتال بعضكم. كم أنتم أغبياء. مع بداية الربيع العربي وجهت النصيحة للرئيس علي عبد الله الصالح والقائد علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر وقيادات حزب الإصلاح والقيادات الشريفة في الحكومة اليمنية. دعوتهم جميعا للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إنقاذ اليمن والمحافظة على الدولة الوطنية، لأن الدولة إذا سقطت فسوف تحل الفوضى والخراب والدمار وتتمزق اليمن وترجع إلى الوراء عشرات السنين، وهذا ما حدث. ووجهت النصيحة أيضا بعد ذلك للعديد من الأسر التي فتحت أبواب أو بؤر للصراع في اليمن. الجميع يرفع شعار السلام، ولكن السلام الحقيقي لا يصنع بالشعارات بل بالإرادة الوطنية الصادقة التي تحول الأقوال إلى أفعال. اليمنيون اليوم أمام فرصة ذهبية لصناعة السلام وبناء الدولة الوطنية التي تحتوي الجميع. الإقليم والعالم يعيش حالة ترقب وقلق، والملف اليمني منسي تماما. لم يبقى سوى الحل الداخلي الذي يضمن المشاركة الوطنية في إحلال السلام. ومن يجلس على هذه الطاولة سوف يشارك في صناعة التاريخ وبناء الدولة اليمنية الحديثة. من يجلس على هذه الطاولة هم الشرفاء الذين يرون بأن الوطن والشعب أغلى وأكبر وأعظم من كل المصالح الشخصية. أخيرا، مستقبل اليمن المزدهر لن يرسم إلا على طاولة يمنية خالصة. لذلك ومن أجل اليمن أدعو إلى تحرك سياسي مسؤول يشارك فيه الجميع بلا استثناء، ولا إقصاء ولا تهميش. وفي المقدمة حكومة صنعاء عن شمال اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا عن القضية الجنوبية العادلة، والشرفاء من الحكومة الشرعية الذين يعيشون خارج اليمن أو داخل اليمن، والشيخ سلطان العرادة عن مأرب، والعميد طارق صالح عن الساحل الغربي، وقيادات من حضرموت والمهرة وتعز تشارك في بناء وصناعة مستقبل اليمن. هذه
الطاولة الوطنية وحدها هي المسؤولة عن إخراج اليمن إلى النور وبناء الدولة اليمنية التي ترضي اليمنيين في شمال اليمن وجنوبه. غير هذه الطاولة فإن التمزق والفناء هو الذي سيحدث لا قدر الله. اللهم احفظ اليمن والأمة العربية والعالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.